السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، ودايما يا رب كده تكونوا في صحة وسعادة يا رب. النهاردة فيديو جديد من فيديوهات التوفير والتحويش، وازاي ان احنا نقدر نوفر ونحوش حتى ولو من مبلغ بسيط. نشيل حتى اي حاجة بسيطة، او نقدر نوفر من اي حاجة في البيت، من اكلنا، من الحاجات اللي احنا بنستهلكها باستمرار في الاكل بتاعنا. طيب لو انتي مثلا بتاخدي الشهر بتاعك، وزي ما اتفقنا دايما الورقة والقلم، بالورقة وبالقلم تقدري تنظمي فلوسك ومرتبك وحياتك وحاجاتك. ازاي؟ قبضتي خلاص يعني زوجك او زوجك ادالك الشهر بتاعك، هتجيبي كده الورقة والقلم بتوعك، وتقدري وتبدأي بقى ان انتي تكتبي بقى الحاجات اللي انت ايه هتدفعيها مبدئيا كده. مبدئيا اول حاجة المفروض تطلعيها هي صدقة من المرتب. اي صدقة بقى تطلعيها، ولو حتى 10 جنيه. 10 جنيه لو طلعتيها في الشهر من المرتب بتاعك، بأمر الله تعالى إن شاء الله هتبصي تلاقي أولا في بركة في الفلوس، هتلاقي في خير في بيتك. على فكرة مش لازم الصدقة تعود عليك ان انت طلعتي 10 ترجعلك ب100 في الفلوس برضو، لا، ممكن ترجعلك بأي حاجة تانية. ممكن ترجعلك ان الفلوس اللي انت شايفاها حبة صغيرة ومش هتقضي وشوية صغيرين، هتبص ليها كفت معاك الشهر كله، وربنا بارك في الحاجة بتاعتك وفي الفلوس بتاعتك وفي مشتريات الشهر بتاعتك. طيب ممكن تعود عليكي بإيه تاني؟ ان انت مثلا لا قدر الله يعني لو حد تعب في البيت من الاولاد او انا او زوجي، ممكن ببرشامية واحدة اروح اجيب برشامية من الصيدلية مثلا، اخدها خلاص احنا خفينا الحمد لله، ومش محتاجين بقى نروح مستشفى ونصرف على علاج وعلى اشعاعات وتحاليل والحاجات اللي هي بتضيع الفلوس دي كلها. والله بجد يا جماعة الصدقة بتفرق كتير 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 في حياتنا، ولو حتى 10 جنيه تطلعيها في الشهر هتفرق معاكي كتير في كل حاجة. وزي ما قلتلك مش شرط ان انتي تطلعي مثلا 10 جنيه لازم تعود عليك الصدقة في فلوس، لا، في رزق، في صحتك، في رزق، في ولادك، في كل حاجة. والله هتبص تلاقي البركة مالية الحاجة، والبركة مالية بيتك بأمر الله تعالى. ده مبدئيا كده من الفلوس او المرتب بتاعك اللي انت لازم تطلعيه. خلاص، طيب اتفقنا ان احنا نعمل ايه تاني برضو؟ نطلع كده عندك النور او الكهرباء، المية، الغاز او الانبوبة، سواء في قسط انت بتدفعيه، سواء في اي حاجة انت بتدفعيها في اول الشهر. الحاجات دي اساسية، لازم تشيلي الفلوس بتاعتها على جنب. ليه؟ افرضي انت مثلا حطيتي الفلوس كلها على بعضيها وما اخدتيش بالك ورحتي صارفه الفلوس، طب جه بتاع الكهرباء، جه بتاع الميه، فانت دلوقتي صرفتي الفلوس، فهتجيبي الفلوس دي فين بقى ومنين يعني؟ هتقعدي كده منحتسه؟ لا، تكوني انت كده شايلاهم على جنب ووفرتيهم. طيب ممكن فليكن مثلا ان الميه انا بدفع لها مثلا 50 جنيه، مفيهاش حاجه لو حطيت لها 60 جنيه مثلا. اعمل حسابي ممكن اللي هو مثلا يجي بدري، يجي مثلا كتير شوية. طيب ما جاش كتير، يبقى انا اخدت ال10 جنيه دي وشلتها كأنها ما كانتش موجودة. تمام. ممكن اعمل كده نفس الحركة دي في الكهرباء، في الانبوبة او الغاز. هتبصي تلاقي نفسك في اخر الشهر اتوفر معاكي برضو حوالي 30 جنيه او 40 جنيه. دولت لو احنا شلناهم هتبصي تلاقيهم برضو شهر على شهر عملوا مبلغ، مع الفكة اللي احنا بنشيلها اللي احنا متفقين بقى عليها دي. مثلا في فيديو قبل كده انا كلمتكم على الفكة دي، ان احنا لو شلناها في برطمان هنبص نلاقيها بتعمل مبلغ كبير في اخر الشهر والله. طيب لو الفكة دي مع الحاجات اللي انت شايفاها بسيطة دي هتلاقيها عملت معاكي مبلغ. بس اهم حاجة ان انت ايديكي ما تتمدش عليهم، دي اهم حاجة. خلاص. طيب احنا كده شلنا اهم الحاجات من
القبض بتاعنا او الفلوس بتاعتنا. تقدري توفري في ايه كمان؟ عندك انت مثلا احنا دلوقتي في جزر في السوق وما شاء الله سعره مش وحش، سعره كويس وحلو. تقدري ان انت تجيبي جزر وتعمليه مربى، بدل ما انت بتروحي تشتري مثلا برطمان المربى بالشيء الفلاني. لا، انت هاتي المربى في البيت، هاتي الجزر في البيت واعمليه مربى. تمام. في ايه تاني؟ في الليمون. الليمون رخيص جدا. طبعا في ناس بتبيعه ب5 وفي ناس بتبيعه ب3 وفي ناس بتبيعه ب2.5 على فكرة، والله وجميل جدا. ما فيهاش مشكلة لو جبتلك 2-3 كيلو ليمون وخللتيهم في البيت. اديكي اهو مثلا انتي بدل ما تروحي تجيبي كل يوم ب5 ب10 جنيه على الاقل مثلا مخلل، لا روحي هاتي بال10 جنيه دي 2 كيلو ليمون او 3 كيلو ليمون وخلليهم بشوية ملح، خلاص بقوا مخلل تمام زي الفل. ايه تاني؟ الفلفل. الفلفل دلوقتي بسم الله ما شاء الله، البلدي الرفيع الطويل ده نازل دلوقتي وموجود في السوق ورخيص جدا برضو ب5 جنيه وفي ب4 جنيه. هاتي منه 2-3 كيلو وخلي في البيت. اصبح عندك الفلفل، في عندك مثلا الليمون، في الخيار. في خيار مثلا بيبقى كبير كده، ده مثلا انت لو جبتيه ب5 جنيه الكيلو مثلا او ب6 جنيه، لو جبتي منه 2 كيلو وقطعتيهم وعملتيهم مخلل، خلاص برضو كده تمام زي الفل. خلاص اصبح ان انت وفرتي ايه؟ بند مخلل اهو. ادي اول حاجة كده، ده بند المخلل مثلا احنا وفرنا فيه. بند ايه؟ بند المربى احنا وفرنا فيها برضو. تمام. طيب مثلا في ناس بتشرب اللبن اللي هي العلب، هو بقى غالي، بقى غالي جدا. وانا عارفه ان في ناس ما بتحبش اللي هو الكياس السايب دوت، بس بجد بقى غالي قوي. المعلبات دي بقت غاليه، اللبن بخيره والمراعي والكلام ده كله غالي. تقدري توفري شويه وتجيبي من اللي هو السايب، تجيبي مثلا كل يوم كيلو، كل يوم نص كيلو على قدك او على قد الولاد وكده. هتبصي تلاقي نفسك وفرتي في حتة اللبن برضو. آه، الحاجة بقت غالية جدا، المعلبات كلها بقت غالية، مفيش حاجة بقت رخيصة. فعلى قد ما نقدر احنا مثلا، اصل لازم ان احنا هنقلل من استهلاكنا في الحاجة وهننزل مثلا شوية تحت. يعني في الغلا اللي احنا فيه ده مش هنفضل ان احنا ماسكين على الحاجة اللي احنا بنستخدمها باستمرار، وهي دي يعني هي دي مش هنقدر ان احنا نتنازل عنها. لا، نقدر ان احنا نتنازل شوية معلش عشان خاطر برضو الدنيا تمشي، وعشان خاطر الفلوس والليلة تقضي معانا. خلاص. وعلى فكرة والله بجد اللبن السايب ده بيبقى افيد بكتير من اللبن اللي في المعلبات. يعني انا بجد انا طول عمري ما بحبهوش. بحس ان هو طبعا المادة الحافظة اللي فيه معلش دي في الاول وفي الاخر مادة حافظة بيحطوها برضو، ما هياش حاجة صحية، لا. لكن اللبن اللي هو سايب عند في السوبر ماركت، لا دوت يعني على طول مثلا يوم ما هيغشوا فيه هيحطوا لك فيه شوية مية. ده يوم ما هيغشوا فيه بيحطوا فيه شوية المية مش اكتر يعني. انما التاني معلب بيبقى فيه مواد صحية، فيه مواد غير صحية، وفيه مواد حافظة، ومش حلو بصراحة. وغالي. طب ليه تروحي تجيبي الغالي؟ طب ما انت عندك الرخيص ومفيد جدا على فكرة. او عندك الفلاحين اللي بيجيبوا، بس دول انا مش بنصح بيهم قوي بصراحة، لان بيجيبوا في ازايز، والازايز انت مش متأكدة هي مغسولة ازاي ونضيفة ولا لا، وانت مش متأكدة طبعا الازازة ديت يعني طريقة تعقيمها او نظافتها ازاي. فمش بنصح بيهم قوي، رغم والله اللبن بتاعهم بيبقى جميل قوي وبخير وكده وبيطلع لك القشطه بتاعته او الوش بتاع اللبن ده بيبقى جميل بصراحه. بس للاسف حته نظافه الازازه دي انا مش ببقى مقلقه يعني منها وكده. تمام. طب ايه تاني غير اللبن؟ في عندك المعجنات. تقدري تعملي بقى اي معجنات في البيت
هتنفعك في الفطار، هتنفعك في العشاء. عملتي قرص بشوية لبن كده وشوية دقيق، هتجيبي بس كيس الخميرة عليهم، خلاص بقت هتنفعك في الفطار بقى. ولادك الصبح قاموا هياكلوا كل واحد قرصتين كده مع كوباية اللبن أو كوباية الشاي بلبن. بالليل نفس النظام، عشاء، فاهماني؟ فكل ده هيوفر معاكي. عملتي صينية كيكة، اي حاجة باتيه، عيالك خدوا منه كمان، اخدوا من باتيه دوت او من القرص دي مثلا في المدرسة، هتنفع وهتوفر كتير، فاهمة؟ فكل حاجة انت هتحاولي ان انت توفري فيها وتقللي منها، هتبصي تلاقيها يعني بجد وفرت معاكي كتير. حتى لو وفرتي 100 جنيه من الحاجات دي مثلا، ولو انك اكيد هتوفري كتير والله، حتى لو وفرتي 100 جنيه في الكام حاجه اللي انا قلت لك عليهم دول، هتبصي تلاقي نفسك لا، في الشهر دوت انا وفرت 100، الشهر اللي جاي وفرت 100 كمان. وكل ده انت بيتشال. ما انت ما تصرفيش بقى. احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نحوش او نشيل بقى ونوفر. طب اللي انت هتوفريه وتشيليه هتعملي فيه ايه؟ هتصرفيه برضو؟ لا، هنشيلوه وهننسوا خالص حتة ان احنا ده احنا معانا على جنب كده فلوس انا ممكن اخدها. لا، دي شيليها بقى لما تبصي تلاقي نفسك عملتي مبلغ. تعالي كده كمان شهرين مثلا، 3 بالكتير، وتفتحي مثلا كده تبصي تلاقي نفسك عملتي مبلغ. المبلغ ده يا اما تحطيه في البوسطة وتسيبيه برضو من الفكة دي، او تروحي بقى تشتري لك بقى اي حاجه بقى من الذهب كده صغير، خاتم صغير، إيه، حلق صغير، اي حاجه بسيطه، هتبصي تلاقي نفسك والله مستنفعه من الفكه دي كلها، ومن الحاجات البسيطه اللي انت بتوفريها من الفلوس، ومن الحاجات البسيطه اللي هي عرفتي تحوشيها دي او توفريها من الحاجات دي كلها. في فيديو تاني انا كنت عاملاه قبل كده، يعني تقريبا الفيديو اللي عدى، انا كنت عاملاه ازاي ان انت توفري في الكهرباء. ان انت مثلا تشيلي الكتل، آه، ما تستخدمهوش كتير، ان انت تشيلي الفيشه بتاعه السخان، برضو ان انت ما تسيبيش السخان شغال على طول، علشان خاطر بيسحب منك كهرباء كتيره. ومثلا تشيلي الفلتر برضو، الفيشه بتاعته طالما اتملى عندك وخلاص انت مش هتستهلكيه مثلا طول الليل، فتروحي شايله الفيشه بتاعته عشان خاطر بيسحب كهرباء. كل ده انا والله بجد انا حرفيا كده والله جربته، والحاجات دي انا جربتها، لان كان محصل النور زي ما قلت قبل كده كان هو اللي قايل لي، وانا ما كنتش مصدقه غير لما انا جربت بنفسي. لقيت نفسي نزلت النص، يعني بدل ما كنت بدفع ال 500 بقيت ادفع ال 250، وساعات يعني كبيري قوي كنت بدفع ال 300 جنيه. يعني بجد حرفيا انا نزلت النص في دفع فاتورة الكهرباء بسبب ان انا شلت الكاتل، بقيت استخدم انا وولادي البراد. لكن لما يكون مثلا في مناسبة او عندي ضيوف بنزل الكاتل، تمام، مش هيأثر كتير غير ان انا استهلكه باستمرار. ايه تاني؟ السخان برضو بقى خلاص، سخن معايا المية تمام خلاص، ونقدر كلنا ان احنا نستخدمها. مثلا انت مش بتستهلكي المية السخنة كل يوم، لا. فانت المفروض حاجة زي كده هتشيلي الفيشة من الكهرباء برضو، بحيث ان انت هتوفري شوية في الكهرباء، خلاص. وهتوفر معاكي برضو الفلتر نفس النظام. انت لو جربتي الموضوع ده شهر واحد بس، هتلاقي الفرق معاكي عمل ازاي. هتلاقي يعني بجد بجد حرفيا كده هتبصي تلاقي فرق كبير. وانتي وفرق ملحوظ اصلا كمان، فرق انتي والله لمساه كده بايديكي. فاحنا على قد ما نقدر ان احنا نحوش، ان نوفر من حاجه اعمليها. ما تحاوليش ان انت تترددي، حتى لو جربتيها ما فيهاش مشكله. جربي ان انت مثلا انا هعمل الحاجه دي الشهر ده كده، طب انا همشي شهر كده كامل وهجرب الموضوع ده وهشوف هيعمل معايا ايه. انا هبدا كده من الشهر ده
ومثلا هفصل الحاجات بتاعت الكهرباء واشوف، او هبدأ مثلا ان انا اعمل مخلل، هعمل مثلا يعني هبدل في اللبن، هعمل معجنات. تمام الحاجات دي. شوفي كده بداية من أول بداية شهر مثلا كده، ابدأي شهر كامل اشتغلي في الحاجات دي وفي المواضيع دي، وإن شاء الله هتبصي تلاقي نفسك فعلا انت عملتي حاجة ووفرتي في الميزانية بتاعة البيت بتاعتك. لأن احنا لازم كلنا بنعمل ميزانية بس كده للأكل للشرب، وميزانية تانية لدفع النور والكهرباء والحاجات دي كلها. خلاص. طيب تقدري توفري في ايه كمان؟ نقول مثلا نوفر في الشوربة. طب انت عملتي فرخة وما استخدمتيش الشوربة كلها بتاعتها، هترمي بقية الشوربة؟ لا، ما ترميهاش، شيليها في كيسة او في علبة وحطيها في الفريزر. جيتي في مرة جيتي تعملي اكل ومثلا الخضار اللي انت هتسويه دوت، مفيش عندك مثلا لحمة هتعملي عليها، او مش هتعملي النهاردة فراخ عليها، او مش هتعملي حاجة فانت هتعملي قرداحي كده، لا، فهتطلعي كيس الشرب ده وتستخدميه. عملتي بطاية، طبعا اكيد الشوربه بتاعت البطايه بتبقى دسمه، اكيد احنا مش بنستخدمها كلها برضو، فتروحي شايله الشوربه دي مجزئاها مثلا في كيسين تلاتة او على حسب، وتشيليها في الفريزر. برضو نفس النظام، جيتي تطبخي طبخه تبصي تلاقي نفسك إيه، انا مش هعمل النهارده على الطبخه دي مثلا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، لا انا طب هعملها بايه؟ طلعي كيس شوربه، احسن لك من المرقه والله كتير. هتطلعي كيس الشوربه هتبصي تلاقي نفسك طبختي الطبخه وبقى طعمها زي الفل، كانك عامله عليها اللحمه او الفرخه و... وبصي يعني كانك بتاكليها كده بالظبط زي العسل والله. فعلى قد ما تقدري ما ترميش حاجه من البيت، وفري وشيلي، وهتبصي تلاقي نفسك عملتي حاجة آخر الشهر بتاعك ده. حتى ولو شلتي 100 جنيه، والله حتى لو شلتي 100 جنيه ووفرتي 100 جنيه من كل الحاجات دي كلها، يبقى انت كده طلعتي باستفادة ولا لا؟ طلعتي باستفادة. ما هو انت، انا لما اشيل النهارده اوفر في خلال شهر 100 جنيه، والشهر اللي جاي 100 جنيه، والشهر اللي بعده 100 جنيه، وانا ما كنتش بعمل الكلام ده قبل كده، يبقى هيفيدني ولا مش هيفيدني؟ لا هيفيدك، هيفيدك، وخصوصا لما انتي ترمي الحاجة دي الفلوس دي من دماغك. طب انتي خلاص وفرتي وشلتيهم كده على جنب، وجيتي مثلا في وقت من الاوقات انتي نازلة خارجة واخدتي فلوسك، ولكن انتي قلتي ايه، انا هاخد الفلوس اللي انا شايلاها دي احتياطي كده معايا وهخليها معايا. لا، منصحكيش بجد بالفكرة دي والله. عملتها كتير قبل كده، وكانت الفلوس الاحتياطي اللي معايا دي كانت برضو بتتصرف مع الفلوس اللي انا ببقى نازلة بيها. انما انت لما تعملي لنفسك ميزانية كده، انا نازلة السوق النهاردة ومعايا مثلا 500 جنيه، هم دول اللي انا هجيب بيهم المشتريات، فلنفترض يعني هم مش 500 ولا حاجة، فلنفترض هم دول اللي انا هجيب بيهم مشتريات الشهر. فما تقوليش انا هاخد بقى فلوس احتياطي معايا، يمكن ربما كده احتاج، ربما كده في حاجة مثلا انا هعوزها مش عارف، لا، هتصرفيها، مفيش كلام، هتصرفيها، فبلاش. لا، فانت اللي انت شلتيه ده خلاص اتشال، ده انسيه من دماغك خالص، واتركيه من دماغك كأنه مش موجود. تمام. فاحنا ننزل بايه؟ بالميزانية اللي معانا، ال 500 جنيه اللي معانا هم دول اللي احنا هنمشي على قدهم، هنخترع كده بيهم، هنتشقلب بيهم، هنجيب بيهم حاجتنا. تمام والله، وربنا بيبارك في القليل، ربنا فعلا بيبارك. وطالما انت ناويه ان انت مثلا ربنا ان شاء الله يقف معاكي فيهم، خلاص يعني انت نازله بالفلوس، وان شاء الله في دماغك ان ربنا هيقدر لك، وال 500 جنيه دول هيكفوا وهيزيدوا وهيبقوا زي الفل. خلاص، ربنا فعلا هيبارك لك، وربنا فعلا هيرزقك بيهم، وهتبصي تلاقي نفسك جبتي حاجات والله يمكن انت ما تتخيليهاش. تمام. بس اهم حاجه ان انت لما تنزلي السوق ما تروحيش على الحاجه الغاليه برضو وتجيبيها،
يعني انا مثلا عندي طماطم، يعني في ناس والله بجد انا بستغرب منهم قوي، يعني ابص اليوم في السوق وفي قدامهم واحد بيبيع نفس الطماطم، هي دي بس ده واحد بيبيعها اغلى شويه 2 3 جنيه عن التاني. ابص الاقي رايحه تجيب لي من اللي هو الغالي شويه. طب ليه؟ لا اصلي ديت الغالي تمنه فيه. ايوه، ما هو الغالي تمنه فيه بس مش في كل حاجه. الغالي تمنه فيه بس مش في كل حاجة. انت محتاجة الطماطم، انت محتاجة مثلا شوية جنبيه عشان خاطر السلطة مثلا، تمام، والباقي لو مستوي، يعني الطماطم تكون مستوية كده معاكي، انت هتعملي فيها ايه غير ان هتضربيها في الخلاط وهتحطيها على الخضار وتطبخيها. فوالله وبتبقى جامدة زي دي، هي دي. بس ابص هي رايحة تجيب ايه من الغالية؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب ليه؟ نفس الكلام برضو في البطاطس، نفس الكلام في مش عارفة بتنجان، فلفل، كوسة، مش عارفة ايه. لا، انزلي السوق ولفي ودوري، هتبصي تلاقي انت جبتي حاجات حلوة ونظيفة وكويسة قوي وفي السعر الحنين الحلو بتاعك، وقدرتي توفري وعرفتي ان انت تجيبي بدل التلات اربع حاجات اللي انت مثلا كنت نازلة تجيبيهم، لا انت ممكن كنت هتجيبي عليهم كمان تلات اربعة تاني كمان. ليه؟ لان انا شغلت دماغي، انا ما روحتش على واحد وهو دوت اللي قدامي اشتريت منه. لا، خشي السوق وانزلي ودوري وتعاملي كده وشوفي، هتبصي تلاقي نفسك وفرتي كتير. والله على فكرة دخول السوق بيوفر كتير عن البياعين برضو اللي حوالين في الشارع بتاعك. نزلتي مثلا قلتي النهارده ايه اللي انا مكسله وهنزل اشتري كده لا، والله البياعين اللي حواليكي دول بيبقوا غاليين، بيبقوا في الدكاكين، عايزين يطلعوا الفلوس بتاعت الدكان والايجار بتاع الدكان والميه والنور اللي هم شغالين فيها. طيب فانت هيطلعوها منين غير مننا احنا بقى الناس اللي بنروح نشتري؟ فحرام عليكي. فانت انزلي السوق ودوري ولفي وتعبي شويه، هتبصي تلاقي نفسك ارتحتي اخر الشهر. تمام. وخليكي دايما كده برضو دماغك كده شغاله في ان انا اوفر في ايه واشيل ايه، واللي انا كنت بستهلكه اكتر لاقلل منه. تمام. خلاص، وبكده يكون انا خلصت خلاص النهارده ان شاء الله. ويا رب يكون فيديو النهارده يكون عجبك واستفدتي منه باذن الله تعالى. وان شاء الله احنا بقى مع بعض كده نحوش دايما ونوفر على طول. وما تنسيش اللايك الحلو والكومنت الجميل منك، ويا ريت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام عليكم.